حماتي قالت لي حط الفول على الباميه وهتاكل احلى طبق باميه، ما اكلتهوش قبل كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم بفيديو جديد. هعمل معاكم الباميه بالفول واللحمه. لو اول مره تشوف الفيديو بقى ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانت لو مشتركه ما تبخليش عليا باللايك وتكتبي لي كومنت حلو منك. وتعالي بقى هنشوف هنعمل الباميه بتاعتنا ازاي بالفول واللحمه بقى الدايبه دوب في قلب الباميه، والباميه بتاعتنا مستويه واللحمه لوز اللوز. الطريقه دي حلوه قوي وجميله. تعالوا بقى هنشوف هنعمل الباميه بتاعتنا ازاي. انا كده معايا لحمه مقطعاها قطع صغيره بالشكل ده كده، ومعايا حته دهنه برضو زي دي كده، انا هقطعها برضو مع اللحمه. ومعايا بقى حله على البوتاجاز فيها شويه زيت كده. بقى انا هنزل باللحمه والدهن. انا بحب انا اعمل الباميه بالطريقه دي. هشوح اللحمه بتاعتي الاول. انا هنزل بكميه اللحمه بقى والدهن، وهشوح اللحمه بتاعتي لغايه ما تاخد لون كده وتسرد ميتها وتتشوح معايا. احنا بنحب الباميه بتاعتنا بالفول، وبرضك ساعات بنعملها من غير فول برضك مفيش مشكله. اللحمه بتاعتي خلاص اتشوحت اهيت، شايفين كده اللحمه اتشوحت وبتستوي. اللحمه بتستوي عادي خالص وبتبقى دايبه خالص وما فيهاش اي حاجه. اللي يقول اللحمه بتستويش في الباميه، لا بتستوي. متبقاش لحمه كبيره او تبقى صغيره برضو. لو كبيره برضك وسط بتستوي برضك، والله ما بتتاخرش سواها ولا حاجه. كده بقى انا معايا بصلتين مقطعهم صغير كده بالشكل ده. هنزل بالبصلتين يتشوحوا ويتبالوا مع اللحمه. كده بقى البصلايه بتاعتي دبلت اهيت مع اللحمه. البخار عمال يطلع على الكاميرا بقى مش مظبوط. كده بقى انا هنزل بالطماطم بتاعتي. الطماطم بتاعتي كانت متلجه في الفريزر، فانا فكيتها شويه على البوتاجاز ونزلت بقى بالطماطم. لو عندك برضو طماطم فريش ما فيش مشكله، اعملها صلصه برضو ونزلي بيها على اللحمه والبصل. هنزل بقى بفلفل وبهارات، مش هنزل بملح خالص عشان انا لسه هزود بشوربه تكون هي لسه بقى فيها الملح. شفتوا بقى اللحمه بقى كده والصلصه اتسبكت مع اللحمه كده، تتاكل من غير باميه اصلا. ريحتها وطعمها تحفه، هي كده حلوه قوي. انا بقى كده بس اخلي الصلصه تتسبك مع اللحمه، وبنزل بقى بالشوربه بتاعتي. انا شوربه مصفياها كويس، وهنزل بالشوربه بتاعتي كلها. زي ما قلت لكم ما تحطوش ملح في الاول عشان انتوا هتزودوا بالشوربه هيكون فيها ايه ملح، تظبطوه في الاخر يعني. انا ما الشوربه بتاعتي كانت مظبوطه. كده بقى انا هنزل الباميه بتاعتي، انا مفرزاها في الفريزر مش فريش. انا بديها الغلوه، بقمعها بديها غلوه واطلعها في ميه متلجه، وبعدين اصفيها. زي ما انتم شايفينها كده خضره وخضرها جميل قوي. متنسوش في الميه بتبقى فيها نص معلقه كربونات. والخضار اللي بتفرزيه في الفريزر بتطلعيه متلج على الحله على طول، ما تسيبوهوش يفك. زي ما انتم شايفين كده انا طلعت الباميه وحطيتها على طول. انا كده معايا بقى شويه من الفول المدشوش، انا غسلاه ومصفيه من الميه، وهحطه مع الباميه. الفول هيستوي مع الباميه، الاتنين هيستووا مع بعض. حطوا الاتنين مع بعض. وبكده بقى انا هنزل بالفول بتاعي على الباميه. طعمها حلو قوي وحلوه. كده نزلت بالفول اهوت. مش بكتر الفول قوي، شويه دول حلوين قوي، ده نص كيلو باميه. كده بقى الباميه بتاعتي بدات تفك اهيت في الصلصه، شايفين لونها كده. بقى انا هقلب الباميه بقى مع الفول واسيبها بقى تستوي زي ما انتم شايفينها بالشكل كده تستوي. وتعالوا بقى نشوفها بعد ما استوت. اللحمه بتاعتي استوت، شايفين الجمال، تحفه وريحتها حلوه. هي لسه على النار بس هي استوت، واللحمه دايبه دوب، جميله جدا. اعملوها بالطريقه دي حلوه قوي.
بصوا بقى، شوفوا البامية مستوية والفول الاخر مستوي، واللحمة بقى دايبة دوب حلوة قوي. شايفين الجمال؟ شايفين؟ انا مش بحب اسوي اللحمة لوحدها، انا بعملها بالطريقة دي حلوة قوي. وبكده بقى انا خلصت البامية بتاعتي، واللحمة كده دايبة دوب وطعمها حلو قوي، مستوية، طعمها تحفة، بقول لكم جميلة قوي. ما تنسونيش بقى بلايك وكومنت حلو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.